والبطله المصريه ندى حافظ الرياضيه المصريه، اللي في الحقيقه وانا بقرا اخبارها عندي تضارب داخلي ما بين واسئله كتير. ندى حافظ لاعبه السلاح، قدرت انها طبعا المصنفه 42 في العالم، قدرت انها تهزم المصنفه رقم 7 في العالم الامريكيه زي الفل. حلو. لكن كانت رايحه البطوله وهي حامل في الشهر السابع. خسرت. طبعا. يعني انا مش قادر ما اتعاطفش واحس انها بذلت مجهود وضحت تضحيه كبيره، بس كمان مش قادر اسال الاسئله البديهيه اللي هي من نوع هو ينفع اصلا؟ وازاي سافرت وازاي وافقت؟ لا ينفع، سيبك منها موافقه، يبدو انها موافقه ويبدو ان هي طبيبه. طبعا لعبت يبقى ينفع. اصل ده انت بتلعب اولمبيات، انت مش رايح مش عاملين دوره. خليني بس اكمل الاسئله. اولا هي طبيبه. حلو. وزوجها طبيب. حلو. اسمه الدكتور ابراهيم ايهاب، وهو كمان خد اجازه وراح معاه. فواضح انه ينفع انها تلعب. وطبعا شهر السابع ده يا جماعه يعني خلاص يعني ممكن وضع يعني. ايوه صحيح. فيمكن هي يعني فواضح انه ينفع زي ما احمد. يمكن السؤال اللي انت بتساله احمد منطقي جدا جدا، او الاجابه اللي انت جاوبتها منطقيه جدا جدا، طالما لعبت. اصل السابع ده مش هتخبيه يعني، ده واضح. وفي كشف طبي بيحصل على اللعيبه قبل طبعا. وفي كشف وفي تحاليل دم وفي عينه دم بتعملها عشان ده بنت طلعت على 700 جرام يعني، في طلعوا بنت عشان 700 جرام والمنشطات وكده. لكن يعني هل ده اصرار ولا ده رغبه في تحقيق البطوله ولا ده نوع من انواع الضغط الشديد على النفس ان انا اقدر حتى وانا حامل ان انا يعني اكسب؟ انا شايف ان ضرت نفسها. يعني انا شايف ان مشاركتها في الاولمبياد وهي حامل في الشهر السابع بالطريقه دي، هي طبعا اكيد بذلت مجهود خرافي عشان تعدي من الماتش الاولاني. في الماتش الثاني هي خرجت، لكن اعتقد ان هي ده يتسال عنه الاتحاد بقى، اتحاد اللعبه نفسه. انت رايك بقت واحده حامل وعلى وش جواز، على وش جواز ايه؟ على وش عادي في اوروبا ودول متحضره بيخلفوا الاول بعد كده يتجوزوا الدنيا عادي جدا بيحصل يعني. فاعتقد انه الاتحاد سئل يا دكتور عن الموضوع ده. لا بس انا طبعا هي متزوجه، خليني بس صح. طبعا ندى حافظ طبيبه مصريه وهي متزوجه من الدكتور ابراهيم ايهاب، بس طبعا هو الافيه يعني حكم وفلت وحكم. لكن في كل الاحوال رايك ايه يا دكتور احمد؟ انا بس طبعا انا مش ملم قوي البطوله بتلعب فيه يعني. نفس اللي عفوا هي كانت بتلعب في السلاح السابر. هل هيتوقف الامر؟ هل ده محتاج رشاقه؟ طبعا لعبه بتحتاج حركه ومع خصم ومحتاج حركه زي محمد السيف. شوف كان بيتنطط ازاي في واير. يعني في واير، في سلك اللاعب مربوط بيه عشان ما يعديش مسافه معينه، وبتعمل عمليه استهداف الطرف الاخر عبر باللمس. نقاط معينه باللمس. جميل. في مناطق معينه مش ممكن مش في اي مكان. وخفه الحركه والرشاقه جزء من تسجيل النقطه عند الخصم بالتاكيد. ده في اي رياضه. مظبوط. ده في اي رياضه. احنا كلنا عارفين بقى حاجات بديهيات بقى، ان المراه في الشهر السابع بتبقى بطبيعتها اصلا. انا ما اعرفش بديهيات دي. لا بديهيات المراه في الشهر السابع يعني لا حاجه عارفينها ولا حاسينها؟ لا انت كلنا عارفين. عارفين يعني معلومه بديهيه يعني بالضروره، ان اي سيده في الشهر السابع تبدا تتهيأ حتى للوضع اللي خلاص في سيدات بتخلف على في الشهر السابع. لكن هي بتبقى بتثقل جسمها وبيبقى لها برضه تغيرات فسيولوجيه دي حقيقيه في جسمها في نفسيتها في حاجه زي كده. انا حقيقه مش عارف طالما خدت القرار مين المسؤول؟ لا في اتحاد اللعبه المسؤول بالظبط. بس لا ثواني، هي الصوره طبعا هي الصوره واضحه جدا، واضح يعني من اسمها يعني. لكن انا اعتقد انه هي حاولت تبعت رساله كمان يا جماعه. اصرارها على المشاركه. اصرار على المشاركه، يعني في رساله اصرار هنا ما نقدرش نتجاهلها، وفي رساله ثانيه للدعم بتاع جوزها. صحيح. يعني الدكتور ايهاب ابراهيم ده لازم احييه. ليه؟ مرتين، مش هحييه مره واحده. لانه راجل متفتح، هو ما عندوش مشكله خالص انه هي بتخاطر مش بنفسها بس، هي بتخاطر بنفسها بالجنين. هو شايف ان مراته بطله وتستحق ان تكون على منصه الابطال وفي اسماء الابطال اللي راحوا بطوله عالميه، بعيد عن باريس بقى ولا في طوكيو. ايوه قصدي يعني البطوله في باريس. لكن الراجل فاهم دي ومدي الشكر الثاني بقى انه مدي لمراته المساحه انها تاخد القرارات اللي من النوع ده
بنفسها وبشكل طبيعي جدا. ممكن طب أسألك سؤال تاني. من غير ما يعبر، من غير اديله سؤال. اديني سؤال. اديله سؤال لان انا مش هقول السؤال دلوقتي ده، انا يعني هختلف معاه اختلاف كل وجاز. ممتاز. اديك سؤال، لو بعتنا حد تاني مكان الاستاذه اللي خسر ندى حافظ، كانت ممكن المشاركه تبقى افضل من كده؟ ما عنديش معلومات، طبعا ما عنديش معلومات في كم واحد عنده القابليه والقدره، لكن احنا متفقين انه مش اي حد بيروح لازم يبقى محقق بطولات سابقه. ولو انا فكرت معاك كده بشكل سريع، اخر بطوله هي هتكون حضرتك هتكون بحر المتوسط ولا افريقيا، مش متذكر اخر بطوله كانت ايه. فهي اكيد محققه بطولات، وبالتالي السؤال بتاع في شخص تاني، انا اصلا من اول الحلقه او من اول الفقره مختلف معاك، وانا عايز ابعت 2000 واحد ونطلع بعد كده ب 50 ميداليه. جميل. يعني حلو. انا نظريتي جميل. عكسكم بقى. لا تعالوا بقى نبعت، هو الموضوع ايه؟ هنكلف 20 مليون دولار زياده، ابعت يا معلم الصف الاول والثاني والثالث، والعيال تروح تغرق باريس دي ويشجعوا بعض ويتعلموا وبتاع. تعالى لي بس عشان ارجع لندى حافظ هاجي لك. ما انا هو ندى حافظ، بس انا هرجع تاني، عايز ارجع للفكره، انا عايز ارجع الحاله الخاصه مش الحاله العامه. وبناء عليه فانا لا انا لو في اكيد في حد تاني، واحب يكون في حد تاني، وبالتاكيد في حد تاني، لكن اصرار معلش في رساله هنا مش هتفرق معانا احنا كرجاله، لكن تفرق مع الستات. رساله مهمه جدا. احنا مجتمع الستات المصريات بيلعبوا فيه دور مهم جدا 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 في كل حاجه في الحياه. صحيح. بما في ذلك انها بتقوم بالبيت النهارده في الظروف صحيح. الاستثنائيه اللي احنا ماشيين فيها. فانت النهارده انا مش شايف اي فرق ما بين اصرار الست الفلاحه المصريه الحامل اللي بتروح لغايه الساعه 6 الصبح مع جوزها، واصرار ندى حافظ الرياضيه العظيمه انها تروح البطوله وهي حامل في الشهر السابع وتحاول تكسب، خسرت او ما خسرتش لكن هي خدت شرف المحاوله. بحييها وبحيي ابراهيم الدكتور ابراهيم. تعالى انا مستناك من زمان. انا بس تعالى لي، انا واقف المحطه المنتظره. اديله عشان الوقت هيخلص. ابو حميد اتفضل. اولا حضرتك دي حامل في الشهر السابع. ايوه. وكان معروف من 7 شهور ان في يوليو 2024 في بطوله في فرنسا. ايوه تمام. والست اكيد اعلنت الاتحاد بتاعها يا جماعه انا حامل في الشهر الثاني. صحيح. يبقى كان ساعتك قدامك مساحه كافيه 7 شهور ان تعد بطله اخرى لتمثيل مصر في هذه البطوله العالميه. صحيح. ادي هو رقم 1. رقم 2 احمد، روحه غاليه جدا، روحه غاليه جدا جدا. ندى انا قريت البوست بتاعها، هو بوست انساني وعاطفي، تقول انا فخوره ان انا خاطرت وغامرت بيا وبصغيري عشان العب بطوله وعشان اوصل دور ال 16. مين قال ان انا ممكن اغامر بطفل لسه ببطنها وعرض؟ ودي مش مغامره يا جماعه، الحياه غاليه، حياه طفل غاليه. صحيح. جنين غالي. النهارده مع احترامي لندى حافظ واحترامي ليها، انما تغامري ليه ساعتك بطفل صغير في بطنك، او تغامري هذه المغامره اللي كان ممكن لا قدر الله احنا بنعرف كان ممكن يحصل مضاعفات. ماذا لو؟ قولي لي، حدثيني بقى عن هنا عن شعورك لا قدر الله وانت بتلعبي حصل اي مخاطر على الجنين. هنا احنا بنعرض طفل صغير اصلا، وانا بقول لك الطفل الصغير ده اللي لسه لم يظهر الحياه، لا ده عندي احسن من 1000 ومليون بطوله. انا بكلم الرياضه يا جماعه بترسي اخلاق انسانيه. انا ودي واحده في الشهر السابع تلعب حتى لو هي عندها رغبه واسرتها عندها رغبه والدنيا كلها عندها رغبه، وعرضها لمخاطر هي وجنينها. ده انا سالت الاول يا جماعه اللعبه دي محتاجه رشاقه. الحركه جزء طبعا جزء اساسي من تسجيل النقطه، يكون عندك رشاقه وحركه. في الشهر السابع لينا ان تعرضي حضرتك هترجع لي انا بقى تاني عشان ارد. هرجع لك. اصل داخلين في الدقيقه ال 50. لا خلاص انا ده لسه برد عليك. ودي رياضيه يعني ممكن الحكم يخش صفر دلوقتي. برد عليك بس اهو، لان انا عندي بقى عايز تصور الشخصي والانساني والاخلاقي. ايوه ما تم. هو الاخلاقي ده اهم حاجه. والاخلاقي ما تم ما كان يجب ان يتم ابدا، لا من الاتحاد ولا من اللاعيبه. عندي 3 ردود سريعه. اتفضل. هي والاتحاد بقى لهم 7 شهور بيفكروا في القرار. وخدوه. خطأ. ده رايك. ماشي. لكن في 7 شهور كافيه لانها هي والاتحاد واسرتها القريبه والبعيده يفكروا في القرار، وانا رايي ان القرار ده قرار ايجابي. السؤال الثاني فيما يخص الجزء الاخلاقي، هي روح صح، بس مصر ما تستاهلش. يعني تخيل معايا. طبعا والله هي مصر بتقول نضحي باولادنا. طبعا. طبعا
طبعا طبعا دي البطوله رياضة، دي رياضة يا أحمد، دي مش رياضة. حرب يا احمد، دي بطوله رياضيه. اكمل الفكره الرياضه والحرب شيء واحد، واصلا الافكار الاساسيه اللي ورا البطولات الرياضيه كلها افكار قايمه على تخفيف حده ثقافه الحروب عند المجتمعات وتزويدها بالرياضه. بس هي الرياضه نوع من انواع التنافس الفيزيكال العضلي العصبي اللي قايم على فكره ههزمك. الرياضه منافسه يا احمد، انا فاهم، منافسه وليس صراع، شريفة. وليس بس صراع انا حرب. بسالك على السؤال، مصر تستحق؟ اجابتي لو انا مكان ندى، لو ندى دي اختي او هي مرات اخويا ايهاب، انا بقول لك اجابتي مصر تستحق. السؤال الاخير او الاجابه الاخيره في الحقيقه بقى، احنا النهارده عندنا طفل هيطلع يشوف نفسه وهو طفل امه وابوه عندهم الاصرار على الوصول لبطوله وميداليه. احنا عندنا محمد سيد جديد هيبقى بطل لمصر كمان. وهي 20 سنة. ندى قالت كده في البوست بتاعها. طبعا ندى قالت كده. على فكره الرياضات الفرديه يا جماعه في مصر رياضات بتورث، ازاي بس يا احمد؟ رياضات بتورث مش زي الكوره، وجهة ما نظر يا عليهاش دكتور. يا جماعه ندى دعم دوله. ندى في البوست بتاعها لو الشباب يطلعوه، هي قالت المعنى بتاعها. ايوه هي كانت قالت بتستعمل ان انسان إن جدا ابني شارك في بيدغدغ الاولمبياد في العوار. طبعا. وصغيري سوف يتباهى بيه ويفخر بيه، هيتباهى وسوف بيه. يا سيدي. وهي لو امي انا هتباهى بيه. المخاطر والمغامره بروح انسانيه داخل مسابقه رياضيه، انا بقول لك يا استاذ تغور احمد المسابقه الرياضيه ويبقى يا حفاظ استاذ على نفسك. احمد احنا نسيب لا، ندى في حالها، ثواني. ندى خسرت. ثواني نروح للعلاج. احنا خسر كمان. احنا من شويه بنعزل المستشار مرتضى منصور علشان اخته حضرته عدت شارع في مصر فتوفت. فانت المخاطره في مصر يا جماعه في كل لحظه اصلا. ده انت الناس بتركب الاسانسير إهمال يا أحمد. النور يقطع عليها تتوفى. خلاص هي اتحملت نتيجه هي اتحملت نتيجه المخاطره بس. وخسرت، ومصر خسرت. ومصر خسرت. لا بس احنا لا، كسبنا بطل، ومصر خسرت كسبنا برضه بطل جديد، كسبنا بطل جديد ابن ندى وايهاب. طيب احنا وهنشوفه. عندنا ولو لينا عمر هنقعد القعده دي ونتكلم عندنا قبل ما نختم بس علاء اتفضل. ابو القاسم. اتفضل. ده كان لاعب في سلاح الشيش، خد فضيه في اولمبياد لندن، لعب النهارده لو طلعوا لنا الخبر الشباب، وخسر للاسف. لان علاء من ضمن الناس اللي انا كنت بتكلم في اول حلقه ان كان من ضمن الناس اللي احنا حاطين امل كبير عليهم ان هو ياخد ميداليه. للاسف خسر بشكل مبكر جدا النهارده وخرج من التصفيات. برضه تفسيرك يا احمد، كل ابطالنا اللي كانوا ابطال عرب وابطال افريقيا وابطال البحر المتوسط كلهم خرجوا وفي الادوار التمهيديه. منتخب التايكوندو عامل ايه يا احمد؟ لسه ما بداش. انت عندك انا عايز اقول لك ان منتخب التايكوندو المصري ده علاء، طبعا ده علاء ابو القاسم. ده كان واخد فضيه في اولمبياد لندن، وكان من الناس اللي احنا حاطين امل كبير عليهم. انت عندك هقول لك من الاخر اللي ممكن يجيب لك ميداليه في البطوله دي بعد طبعا الالعاب الفرديه. يعني خلاص الالعاب الفرديه معظم لاعبتنا للاسف خرجوا. عندنا طبعا لسه بقى الالعاب القوه وكده. منتخب اليد، منتخب اليد ومنتخب التايكوندو ممكن خسرنا من الدنمارك لكن كسبنا المجر. مدرسه التايكوندو المصريه من المدارس القويه جدا افريقيا وعالميا، واحنا نقدر نجيب ميداليه في التايكوندو يعني وبالنار تشاجي ونكسر الدنيا. صحيح.